بيبدأ فيلمنا بحمدان اللي بيكون خايف ومرعوب وبيحاول يعمل طقس طرد الأشباح، فبتجيله الشبح وبتهجم عليه، ومن خوفه بينط من البلكونة. بعدها بيلاقي راجل مقنع مستنيه تحت وبينزل فيه ضرب، فهو بيهرب منه وبيرجع البيت تاني وبيحاول يهرب تاني، بس الأشباح المرة دي بتسيطر عليه. فعياله بيرجعوا البيت ولما بيدخلوا بيلاقوا إن الأرض كلها دم. فالبنت طلعت تدور عليه ولاحظت ان البيت متبهدل. فلما دخلت الأوضة لقيت حد واقف ومتغطي بالملاية، ولما رفعتها ما لقيتش حد، فده خوفها أكتر. بعدها لقيوا أبوهم وكان نايم على وشه، فلما قام كان وشه كله مشوه وكان بيرجع دم. وبعدها مات وكان ماسك تعويذة في ايده. بعدها خدوه علشان يغسلوه، فوهم بيغسلوه ما كانوش مطمنين لشكله جثته، فبعدها فتح عيونه لوحده. فهم خافوا اكتر، والمغسلاتية اتأكدوا ان هو معمول له سحر اسود. فلما خلصوا الشيخ قال لهم ان هم مش هينفع يدفنوه النهاردة علشان الجو مطر شديد وبهدل المدافن، فهم هيستنوا بكرة الصبح لحد ما المطر تهدى، وبعدها الأرض تنشف وساعتها هيقدروا يدفنوه، وهما هيسيبوا الجثة هنا ويجوا بكرة الصبح ياخدوها. وبعد ما مشيوا راكا قال لأخته: تفتكري اللي بيقولوه على بابا ده حقيقي، وإن هو فعلا ليه علاقة بالسحر الأسود؟ وبعدها وراها التعويذة اللي كانت في إيد أبوها، فهي كانت رافضة تصدق أي كلام عن أبوها. ولما طلعوا علشان يناموا راكا سمع صوت الباب بتاع أوضة أبوه وهو بيفتح لوحده، وبعدها النور قطع. فلما دخل الأوضة كانت الأشباح موجودة بس هو ما كانش شايفها، بس كان سمع أصوات. فبعدها الأشباح ضربته علشان تأكد له إن هي معاه في الأوضة. فبعدها بدأ يقلب في حاجة أبوه ولقي صورة لأبوه مع ناس هو ما يعرفهمش. وبعدها لقي عمل وقماشة مكتوب عليها البحث عن منج، فهو مفهمش مين منج ده اللي المفروض هنبحث عنه. بعدها الأشباح سابته وظهرت لأخته نايا، فظهرت لها كذا مرة، وفجأة ظهرت لهم الشبح على جثة أبوهم. فلما نزلوا للجثة لقيوها اختفت، فهم كل تفكيرهم اتشل ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ولا عارفين يتصرفوا ازاي. بعدها راكا وراها الحاجات اللي هو لقيها في أوضة أبوه، فلقيوا إن الصورة مكتوب عليها إن دي عيلة أبوهم. فقالوا طيب يبقى لازم نروح القرية ونعرف العيلة دي، وبالمرة نقول للجيران ان احنا خدنا الجثة ندفنها، علشان لما يسألونا الجثة اختفت وراحت فين مش هنعرف نقول لهم سبب. فأول ما وصلوا القرية ونزلت من العربية داست على فار ميت، ومش كده وبس، ده ما كانش فيه شبكات في التليفون خالص. فكانت البداية مبشرة ليهم ان هم داخلين على سواد. بعدها شافت واحد جاي ناحيتهم، فراحت علشان تسأله، بس هو أول ما شافها جاية ناحيته هرب منها بسرعة ومرضيش يرد عليها ولا حتى يقف لها. فما كانش قدامهم غير ان هما يفضلوا ماشيين لحد القرية. فوهم ماشيين قابلوا ست اسمها آيو، فسألوها عن بيت رجيمة اللي هما رايحين لها، فعرفوا منها ان هي جارتهم، وقالت لهم انا رايحة تعالوا وصلكم معايا. فوهم ماشيين نايا وقفت علشان تربط الكوتشي بتاعها، فبعدها بدأت تسمع أصوات وسط الزرع. فلما بصت لقيت إن في ست شكلها غريب وقعدت تمسح لها حاجات على وشها. فهي خافت وقالت لأخوها على الست المشوهة اللي جات لها، فقالت له يلا نرجع علشان أنا مش مطمنة. فهو قال لها إن هم خلاص قربوا يوصلوا، فيلا نكمل طريقنا علشان على الأقل نعرف السر اللي أبوك كان مخبيه. فأخيرا وصلوا البيت وقابلوا الست رجيمة، ودي اللي كانت مع أبوهم في الصورة. فهما سألوها هو انت جدتنا فعلا أم بابا؟ قالت لهم أيوة أنا أم أبوهم حمدان، بس ده كان زمان. قالوا لها يعني إيه كان زمان؟ قالوا لها قبل ما يمشي في الطريق اللي هو مشي فيه. فهي زعلت منه من يوم ما اختار طريق السحر. فهم قالوا لها إن أبوهم مات والجثة اختفت، فهم عايزين يعرفوا هي الجثة راحت فين. فقالت لهم الأفضل إن انتوا ما تعرفوش، فهم أصروا إن هم يعرفوا الحقيقة كلها. فقالت لهم طيب في احتفال هيحصل قريب والعيلة كلها هتتجمع فيه، تعالوا احضروا الاحتفال وساعتها هتعرفوا إجابات كل الأسئلة. فقعدوا عندها لحد ما الاحتفال يجي، بس نايا ما كانتش مرتاحة للموضوع كله.
فركا طمنها وقال لها كل حاجة هتبقى تمام، احنا هنخلص الموضوع ونرجع بسرعة البيت. بس هي أول ما نامت بدأت تحلم أحلام غريبة. فحلمت إن هي متكفنة والأشباح بتهجم عليها. فقامت من النوم مفزوعة ولبست التعويذة بتاعت أبوها. بعدها نامت تاني، وبرضه حلمت إن هي في مكان وسمعت صوت أبوها بيطلب منها المساعدة. فراحت له علشان تدور عليه. فدخلت كهف وكان مليان جماجم. فوهي ماشية خبطت في جماجم ورجلها اتعورت. وفجأة لقيت راقة بيصحيها، ولقيت نفسها نايمة في الشارع فعلا. فلقيت رجليها متعورة مكان الخبطة اللي اتخبطتها في الحلم. فكانت بتحكي له على اللي شافته. فراحوا يسألوا رجيمة، هو في كهوف هنا؟ قالت لهم لا. فهم خلاص اطمنوا وقالوا عادي، ده مجرد حلم. فنزلوا القرية علشان يدوروا على أي معلومة تفيدهم. فبعدها لقيوا الولد اللي كان خايف منهم، وعرفوا إن هو اسمه سوق. فسألوه، هو في كهف هنا؟ قال لهم هنا في كهف. فلما سألوه عن مكانه رفض يقول لهم، وطلب منهم إن هم يخرجوا من القرية بسرعة قبل فوات الأوان وقبل ما يندموا. فهم مهتموش بكلامه وراحوا يدوروا على الكهف. بس لقيوا نفسهم داخلين غابة كبيرة. وده اللي خوف راقة إن هم لو دخلوا الغابة ممكن يتوهوا أو الحيوانات تطلع لهم. فكان عايز يرجع. بس نايا كانت مصممة إن هي تدور عليه. فبعدها اتخانقوا وإدوا ظهرهم لبعض. ولما رجعوا يبصوا لبعض تاني لقيوا كل واحد فيهم في مكان لوحده. فراكا لقي نفسه عند الكهف. ولما دخلوا كان سامع صوت أبوه وهو بيعمل عهد مع الشيطان. ولقي لوازم السحر. بعدها الشيطان هجم عليه. ونايا كانت لسه بره بتدور عليه. فراحت لآيو تسألها. واتصدمت واترعبت لما لقيتها بتقطع طفل صغير. فهي من الخوف استخبت منها قبل ما تشوفها. بعدها هربت من المكان. فقابلت الست المشوهة وقالت لها تعالي معايا. بس نايا خافت وزقتها وهربت منها في الغابة. فوقعت في حفرة وكانت بتحاول تخرج، بس ما كانتش عارفة. بعدها لقيت كرة وقعت عليها. فلما مسكتها لقيتها ان هي راس انسان مقطوعة. فده رعبها اكتر وكانت عايزة تخرج من الحفرة وما كانتش عارفة. بعدها جات لها الايد اللي هتنقذها. لقيت سوج وانقذها. وطمنها وقال لها اخوك في امان. لازم تروحي بسرعة البيت رجيمة وهو هيرجع لوحده. وبعدها سيبوا القرية دي وامشوا بسرعة. فكانت بتسأله ايه اللي بيحصل في القرية. طيب تعرف حاجة عن بابا؟ فهو رفض يقول لها اي حاجة. وقال لها انا هقولك كل حاجة في الوقت المناسب. بس لازم تروحي دلوقتي بسرعة. واتفق معاها ان هم هيتقابلوا الساعة 3 الفجر علشان يساعدها هي واخوها ان هم يهربوا من القرية. بعدها سابته وراحت لبيت رجيمة. ولقيت فعلا راكو موجود وكان قاعد بياكل. بس الغريبة ان هو كان قاعد ساكت وما بينطقش بأي كلمة ولا حتى بيبصلها. وكان بياكل لحمة وهو اصلا ما بياكلش اللحمة. فهو ده اللي اكد لها اكتر ان في حاجة غريبة بتحصل. فهي برضو كانت عمالة تسأله. بس هو ولا كان بيبصلها ولا كان بيتكلم. وكأنه في عالم لوحده ولا حتى شايفها. بعدها جات لهم ايو وكان معاها كيس لحمة علشان تحطه في التلاجة. ونايا عرفت ان اللحمة اللي معاها دي هي لحمة الطفل اللي كانت بتقتله. فلما شافت كده ما قدرش تكمل اكل وقامت بسرعة. فراحت لمت هدومها وراحت تصحي اخوها علشان يهربوا. بعدها سمعت صوت جاي من أوضة رجيمة. فلقيتها بتعمل سحر وحطته تحت السرير. نزلت تحت السرير علشان تشوف هي بتعمل ايه. وده اكد لها ان هي فعلا بتعمل اسحار. ولما خرجت من البيت لقيت روكا بياكل فرخة نية وبيشرب دمها. وفي قوة مسيطرة عليه. فهو كان هيهجم عليها. بس فجأة الست المشوهة جات لها وحمتها منه. وبعدها راجمة جت. فالست أول ما شافت راجمة هربت بسرعة من المكان. فراجمة دخلتهم وحكت لهم إن أبوهم كان بيعمل سحر أسود خطير. واللعنة دي صابت القرية كلها. فأي طفل بيتولد لازم يتقتل علشان القرية دي تفضل موجودة. فقالت لهم بس انتوا ممكن تعملوا طقوس علشان اللعنة دي تنتهي. فنايا قالت لها احنا عايزين نمشي من المكان ونرجع بيتنا ولا نعمل طقوس ولا غير طقوس. فقالت لها ان دخول الحمام مش زي خروجه.
الشيطان اللي أبوكوا حضره هيفضل وراكوا في أي مكان تروحوه وهيقضي عليكوا. بس برضو نايا رفضت وقامت تجهز حاجتها. فلما رجعت لقيت راقة متعلقة في السقف، فهجم عليها وكان بيخنقها، وكان نفس الشبح مسيطر عليه. بس راجمة جات لها في الوقت المناسب وسيطرت عليه وأنقذتها. بعدها قالت لها مش قلتلك لازم تعملوا الطقوس دي؟ وتاني يوم خدتهم علشان يعملوا الطقوس في الكهف. فلما دخلوا الكهف قالوا لها الله، هو مش انت قلتي قبل كده ان مفيش كهوف هنا؟ قالت لهم انا خبيت عليكم بس علشان ما تجوش الكهف وتأذوا نفسكم، علشان الكهف ده فيه اشباح. فهم ما كانوش مرتاحين لها بس كملوا معاها. فلما دخلوا الكهف كان في الفريق اللي هيعمل الطقوس وكان معاهم سيوف. فناس سألتها طيب السيوف دي لازمتها ايه؟ فقالت لهم السيوف دي موجودة علشان اقتلكوا بيها. فبنعرف ان راجمة بتخدعهم وهما اللي قتلوا ابوهم، وحطوا لهم الصورة دي في حاجة ابوهم علشان العيال يلاقوها ويجولهم القرية برجليهم، وبعدها يقتلوهم في الكهف ويتقدموا قربان للشيطان علشان هما ولاد حمدان اللي عليه السحر واللعنة. بعدها خدوها وحبسوها في مكان لوحدها وخلوه هو علشان يعملوا عليه الطقوس. فهي كانت بتحاول تخرج بس رجالة رجيمة كانوا واقفين بره. بعدها جالها سوج وهربها منهم. بعدها استخبوا وهو قال لها تمشي ورا العلامات البيضاء اللي هتلاقيها على الشجرة. بعدها هتلاقي بيت صغير تدخل تستخبى فيه. وهو جري قدامهم علشان يبعدهم عنها. فهي راحت البيت الأبيض ولقيت الست المشوهة فيه. ونايا أول ما شافتها خافت وكانت عايزة تهرب، بس الست طمنتها ودخلتها وحكت لها إن هي تعرف أبوها وهي اللي هربته من القرية، علشان أهل القرية كلهم كانوا عاملين عهد إن هم يعبدوا إبليس علشان الرخاء والفلوس. ومن شروط العبادة إن القرايب يتجوزوا، ولما يخلفوا أطفال مشوهة بيجمعوا الأطفال المشوهة دي كلها في الكهف وبيضحوا بيها. والطفل اللي بيتولد بدون تشوهات بتتنقله اللعنة وبيفضل عايش فيها وبيبقى زعيم الجماعة. ونايا اتولدت بتشوه في ايدها، علشان كده هي اللي هيتم التضحية بيها. بس اخوها مولود سليم مفيهوش تشوهات، علشان كده اللعنة هتتنقله ويبقى هو زعيم الجماعة. فكملت الحكاية وقالت لها ان زمان امهم ماتت وابوهم هرب بيهم، وبعدها ابوهم سابها عندها. فقالت لها ان هي مش حد غريب، هي تبقى خالتهم واسمها تيون. وزمان ادت لابوهم تعويذة يحميهم من اللعنة. بس مشكلة التعويذة دي ان الحماية لمدة 21 سنة بس، وبعدها اللعنة بترجع له تاني. علشان كده ابوهم اللعنة رجعت له. بعدها بنرجع لراجيمة اللي لسه بتعمل الطقوس، وكانت عايزة تجيب نايا علشان تقتلها وتضحي بيها. فجالها رجالتها ومعاهم سوق، وعرفت ان هو اللي هربها، فأمرتهم ان هم يحرقوه حي. بعدها نايا كانت لسه بتفكر تنقذ اخوها ازاي، فورتها التعويذة اللي معاها اللي هي خدتها من ابوها. فقالت لها ايوه التعويذة دي علشان تبعد الشيطان، وان التعويذة دي ما ينفعش حد يستخدمها غير الاطفال المشوهة. ونايا خدتها وراحت علشان تنقذ اخوها. وفي نفس الوقت ده لقيت راكا هرب منهم وجالها، وبعدها هربوا سوا من رجالة رجيمة. بعدها خدها ووداها الكهف، واكتشفت ان الشيطان مسيطر عليه وهو كان طعم علشان يرجع يجيبها. فراجيمة مسكت السيف وكانت بتحاول تقتلها، ونيا كانت بتحاول تهرب منها لحد ما حطت لها التعويذة على وشها وحرقتها هي وكل اللي معاها، وبدأوا يقتلوا نفسهم. وبعدها نايا قدرت تقتل رجيمة، وكده كل اللي في الكهف ماتوا. فخدت راكا علشان يهربوا. وبعد ما خرجوا من الكهف الشبح خرج علشان يتغذى على الأوبن بوفيه اللي قدامه. بعد ما خلص أكل في الجثث الشبح خرج لهم وهجمت عليها، ولما فاقت لقيوا نفسهم نايمين في الشارع. بعدها ركبوا عربية علشان يهربوا من القرية ويخلصوا من الرعب ده. بس اللي ركب معاها العربية مش أخوها، ده الشيطان اتجسد في جسم أخوها وبقى يقتل أي حد يقرب من القرية علشان يتقدموا قربان للشيطان. ومش كده وبس،
ده كمان قتل نايا علشان هي الطفلة المشوهة اللي هتتقدم قربان للشيطان. وبكده اللعنة بتستمر مع راكا ولسه ما خلصتش، وبقى هو زعيم الجماعة الجديد، والقرية لسه ملعونة زي ما هي. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.